السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هعمل كده وصفة سهلة وبدون اي تكلفة ومش هتكلفني ولا جنيه. الحشوة بتاعت الصينية دي مش هتكلفني ولا اي جنيه. تعالوا بس تابعوا معايا الفيديو للاخر هتعرفوا ازاي. اول حاجة كده هنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونسمي بالله. وقبل ما نبتدي الفيديو يا بنات يا ريت فضلا وليس امرا تنزلوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا كمان في القناة، تفعلوا زر الجرس واضغطوا على علامة الكل كده عشان تجيكوا كل الفيديوهات ان شاء الله. واكتبوا لي كومنتات حلوة. هنسمي بالله كده. ودي صدر فرخة هنتبله كده على النار زي الشاورما بالظبط كده، بس بطريقة سهلة يعني. انا مش هحط فيه اي حاجة غير صدر الفرخة ده وبصلاية وجرنين فلفل كده فرمتهم في الكبة، وهنتبلهم بشوية توابل بسيطة موجودة في كل بيت. وكده انا جهزت الحشوة. فاكرين من كام فيديو انا قلت لكم من كل وصفة انا بعملها فيها لحوم انا بشيلها في الفريزر. يعني لما بيكون عندي فرخة بشيل جزء منها في الفريزر. فاكرين في فيديو قبل كده كنت شايلة وحدتين سجق دول كانوا وحدتين كده، كام صباع سجق كده كانوا قليلين، بس شلتهم في الفريزر بينفعوني في اي وصفة. قلت لكم انا ممكن اعمل بيه كذا طريقة، مكرونة او جلاش او بيتزا. هتوفر عليا وفي نفس الوقت كده بتبقى حاجة عندك في البيت مش بتكلفك اي حاجة. انا عارفة ان الظروف غليت علينا كلنا والحمد لله، نرجع ونقول الحمد لله ان شاء الله ربنا يرفع عنا البلاء ده. بس انا جبت بقى من فترة فرخة كده كانت حلوة كبيرة، فشلت منيها الصدر وكملت بقى باقي الفرخة سلكتها عادي والحمد لله ربنا بارك فيها وكفتنا وكده، برغم ان احنا 4 افراد. تمام. فشلت الصدر ده. شلت منه الجلد والجناح وشلته في الفريزر. جيت بقى في الوصفة دي طلعته شرحته كده بانيه. جاب معايا يمكن 4 شرايح ولا حاجة، واستخدمته في وصفة المكرونة بشاميل. يعتبر التكلفة النهاردة ببلاش ولا لأ؟ انا عايزاكم تعملوا زي كده في اي وصفة ان شاء الله. في اول الشهر وقت ما تقبضوا تشيلوا اي حاجة كده زيادة تحطوها كده في الفريزر، تشيلوا من اي وصفة في يوم تكونوا مش لاقين حاجة تعملوها او مالكمش نفس تنزلوا تشتروا طلبات، هتستخدموها في اي وقت زي كده. يا رب تكون فكرة ان شاء الله تعجبكم تقدروا تعملوها في كل مرة. بس كده انا تبلت الشاورما دي لوحديها عادية، بصل وفلفل وتوابل. بعد كده البشاميل انا حطيت حوالي 5 معالق سمنة على زيت، وحطيت طبق دقيق برضو. طبق الدقيق ده قد كمية السمنة اللي انا حطيتها. اول ما كده ما اشم ريحة الدقيق بس هحط كوباية لبن وعليه كوبايتين شوربة او مية، وافضل كده. انا بحب قوامه خفيف لان اول ما بيهدى على النار بيتقل اكتر، وانا مش بحب قوامه تقيل خالص. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، ممكن جوز الطيب، فلفل اسود، مكعب مرق اللي انتي بتحبيه. ممكن تحطي فلفل اسود وملح بس بتبقى قوامها كريمي وجميلة جدا. بقى انا بحب اضيف لها بقى ايه عشان تطلع البشاميل ده غني ويبقى طعمه مميز كده وحلو. ممكن تضيفي له حته قشطه زي كده يكون عندك من وش اللبن. انا شايلاها طبعا من وش اللبن وبشيلها في الفريزر، بعمل منيها سمنه بلدي، وعملت منيها قبل كده سمنه بلدي معاكم وبستخدمها كده لو عايزه. الوش ده احطه على بشاميل او اي طاجن احطه في الفرن يتحمر. بحط كده حته قشطه في البشاميل، او ممكن تحطي كمان جبنه رومي تبشريها كده وتفرفتيها كده بايديك وتحطيها في البشاميل او اي نوع جبنه كريمي، بتدي طعم للبشاميل خطير. شايفين الشاورما كده بعد ما اتبلت واستوت بيجي شكلها حلو ازاي؟ احط كده شويه بشاميل في الصينيه، وهحط شويه بشاميل في المكرونه برضو هقلبها كده حلو، وهرص الصينيه بقى طبقات زي ما بعملها، زي ما بنعملها متعودين عليها. او ممكن نقلب انا كنت ناويه ان انا اقلب الفراخ مع المكرونه واقلبها كلها مع بعض. بس بعد كده لقيت نفسي حطيت ده لوحده قلت يلا مش مشكله عادي برضو هتتاكل
وعلى فكرة ربنا بيبارك في الاكل القليل اكتر من الاكل الكتير. انا بس تجربوا الفكرة اللي انا بقول لكم عليها وهتشوفوا هتوفر معاكم ازاي. وان شاء الله ربنا يصلح حالنا ويرفع عنا البلاء ان شاء الله. شايفين بصوا كده الفراخ انا كنت مقطعها حتت صغيره وعشان تستوي معايا بسرعه وما تاخدش وقت. كانت ريحتها جميله يا بنات، عايزاكم تجربوا الفكره دي، قولوا لي رايكم فيها ايه. وعايزاكم تنزلوا تحطوا لايك لو وصلتي لغايه هنا ولسه ما نسيتيش تحطي لايك، يا ريت تنزلي تحطي لايك واكتبي لي في الكومنتات رايك في الفكره ايه ورايك في الفيديو ايه. واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش لغايه دلوقتي، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس. ويا ريت نصلي على النبي في الكومنتات او اكتبوا اي حاجه في الكومنتات عشان اعرف ان الفيديو عجبكم. بس كده انا حطيت بقى صف كده من المكرونه، وبعدين حطيت طبقه الفراخ، وبعد كده حطيت المكرونه، وهكذا حطيت بعدين البشاميل. شايفين كريمي وناعم خالص مفيهوش اي تلاكيك. اهم حاجه البشاميل لما نيجي نقلبه تكون النار هاديه خالص، واول ما يغلي نطفي عليه، ما يقعدش على النار كتير عشان ما يتشعوطش من تحت ولا يكلكع كده مننا وهو على النار. والحاجه تكون سخنه، ما يكونش اللبن او الشوربه تكون ساقعه وهي البشاميل يكون على النار سخن، فلازم التنين يكونوا دافيين. وهكون طبعا مولعه الفرن واحط اولع على الشوايه والفرن ممكن ربع ساعه من تحت على في الفرن، وبعد كده اولع الشوايه. بس انا كنت مستعجله ولعت الاتنين. وحاولي ما تكتريش البشاميل زي ما انا عملت عشان ما ينزلش منك على الصاجه ويبهدلك الدنيا. شايفين طلعت جميله ازاي؟ ما خدتش مني اي وقت ولا خدت مني اي تكلفه. دي اهم حاجه اللي احنا بنحاول نوفر يعني، بنحاول نقدر ان اكلنا ما يبقاش مكلف عشان يعني الدنيا تمشي وكده. تقدري طبعا تقدميها جنب اي حاجه انت بتحبيها المتوفر عندك في البيت كله، بتطلعيه يعني مفيش حاجه بتقول لا. كان في طبق مخلل انا كنت فاكره اصوره لكم جنبيه كده، بس انا يعني كلناها جنب طبق المخلل، بنحبها كده مش جنب اي حاجه. بصوا شكلها حلو ازاي وجوسي كده، مش بحبها اللي هي تبقى ماسكه في نفسها جامد عشان كده ما تبقاش تقيله في الاكل. وبس هي ما خدتش مني اي وقت وفي نفس الوقت سهله جدا وطلعت جميله جدا. وبصوا جوسي وطريه وحلوه كده. شايفين القشطه طبعا مديها لون حلو كده من فوق. ممكن تحطي جبنه موتزاريلا بس انا مبحبهاش احطها من فوق، مش بتديني شكل حلو كده من فوق. وكمان السمنه كمان لما بنحط سمنه بنكترها شويه بتبقى برضو واخده لون حلو كده من فوق وبتبقى متشمعه وشكلها حلو. بس حابه تحطي جبنه موتزاريلا في النص برضو بتدي طعم حلو وتعلي التيست شويه. بس احنا طبعا عايزين على قدر الامكان نوفر شويه، وربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم ان شاء الله، ووصفة تكون سهلة وموفرة ان شاء الله، ويكون فيديو جميل. واكتبوا لي في الكومنتات رأيكم في الفيديو ايه، وما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، تدعوا لي اي دعوة حلوة في الكومنتات. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.